ببلش الفيلم بغابة اسمها أرض العزة، وبتتحرك كل الحيوانات من كل مكان بالغابة ناحية الأسد مفاسا ملك الغابة. والملك مفاسا بيكون بيحتفل هو ومرته سيرابي بميلاد ابنهم سيمبا، وبيجي القرد رافيكي حكيم الغابة ورئيس الكهنة بيمسك سيمبا وبيرفعه قدام كل الحيوانات، والكل بينحني قدام سيمبا ولي عهد الغابة لأنه المفروض يصير الملك بعد أبوه. بعد الحفلة بيروح طير اسمه زازو للأسد سكار، وبنعرف هون إنه سكار بكون أخو مفاسا. زازو بيسأل سكار عن السبب اللي منعه يحضر الحفلة، وبيحكي له إنه كان لازم يجي عشان ينحني قدام سيمبا ولي عهد المملكة. هون سكار بيعصب من حكي زازو وبيهجم عليه بده ياكله، بس فجأة بيجي مفاسا وبيبهدل سكار وبيمنعه. بعدها بيلومه لأنه ما حضر حفلة سيمبا، وبيحكي له سكار إنه نسي موعد الحفلة أصلا. بس مفاسا بيكون عارف إنه سكار اتضايق عشان سيمبا هو اللي رح يصير ملك الغابة مش هو. مفاسا بيفهم أخوه إنه هاي طبيعة الحياة والابن هو اللي بيورث عرش أبوه، بس سكار ما بيعجبه الحكي ويترك أخوه وبيمشي. زازو بيحكي لمفاسا إنه كان لازم يطرد سكار من الغابة، بس مفاسا بيحكي له إنه ما بيقدر يسوي هيك بأخوه. بالليل منشوف رافيكي بيستخدم مجموعة حشرات وبيرسم فيها صورة سيمبا على الشجرة، وبتمر الأيام وبيكبر سيمبا شوي وبيصحي أبوه عشان ياخذه يفرجوه على الغابة زي ما وعده. بياخذه مفاسا وبيوقفه فوق صخرة عالية وبيحكي له إنه الغابة الكبيرة هاي اللي قدامك رح تكون مسؤوليتك بيوم من الأيام، وبيبلش يفهمه بواجبه تجاه الغابة والحيوانات، وبيحذره إنه يطلع برا حدود الغابة لأنه برا في مخاطر كتير هو لسه مش قدها. بعدها مفاسا وسيمبا بيمشوا بالغابة، وبيجي زازو عشان يعطي التقرير الصباحي. زازو وهو بيحكي بيكون مفاسا بيدرب ابنه على الصيد، وبيطلب منه يتحرك بهدوء وحذر ويهجم بالوقت المناسب. سيمبا بيطبق حكي أبوه بنط على زازو وبيمسكه، فبيخاف زازو بيطير بعيد، بس بيرجع بعد شوي وبيخبر مفاسا إنه الضباع اقتحمت أرض العزة. مفاسا بيطلب منه يرجع سيمبا على البيت، وبيروح هو يهاجم الضباع. زازو بيوصل سيمبا عند أمه وبيروح، وسيمبا بيشوف حشرة وبده يصيدها بس بتهرب منه، فبيصمم يلحقها لحد ما يمسكها، وبضل يركض وراها لحد ما بيوصل عند كهف سكار. أول ما سكار بيشوف سيمبا بيسأله إذا أبوه فرجاه مقبرة الفيلة اللي برا حدود أرض العزة. سيمبا بيحكي له إن أبوه حذره يطلع برا الحدود. هون سكار ببلش يتمسخر على سيمبا عشان يستفزه ويخليه يروح هناك، وبيضل يحكي له إنه لسه صغير وضعيف وأبوك خايف عليك. بتنجح خطة سكار وبيركض سيمبا لعند أمه سيرابي، بيحكي لها إنه بده ياخذ صاحبته نالا ويروحوا عند ينابيع المي. بتوافق سيرابي بس بشرط إنه زازو يروح معهم، وهم بالطريق سيمبا بيهجم على زازو عشان يخوفوا يبعدوا عنهم، وبيركضوا هو ونالا وسط الغابة وبيقدروا يهربوا من زازو. نالا بتفهم إنه سيمبا مخطط يروح لمكان معين وما بده أهله يعرفوا، فسيمبا بيعجب بذكائها وبياخذها على مقبرة الفيلة. هناك بيلاقوا المكان بخوف وكل عظام فيلة عملاقة. نالا بتخاف وبتطلب يرجعوا، بس فجأة بيطلع حواليهم عدد كبير من الضباع، وبتيجي زعمتهم شينزي وبتحكي لسيمبا إنها كانت مستنية هالمناسبة من زمان. بيجي زازو بيوقف قدام شينزي وبيحذرها تأذي سيمبا، وبيحكي لها إنه مفاسا رح يعلن الحرب عليهم. بهاللحظة سيمبا ونالا بيركضوا بين ممرات الجبل، ولما بيطلعوا بيلاقوا الضباع بوجههم وبحسوا بالخطر، بس فجأة بيظهر مفاسا بيهجم على الضباع وبضربهم كلهم، وبيحذر شينزي تقرب من ابنه مرة ثانية وإلا رح يخلص عليها. بياخذ مفاسا سيمبا ونالا وبيمشوا، ولما بيوصلوا للغابة بيطلب من زازو يوصل نالا لأمها. بعدها مفاسا بيحكي لسيمبا إنه عصى أوامره وطلع برا الحدود وعرض حياة نالا ومستقبل الغابة للخطر. سيمبا بيحكي له إنه بده يثبت إنه شجاع زيه، بس مفاسا بيفهمه إنه شجاعة مش إنك ترمي حالك بالتهلكة، وبيحكي له إنه خاف عليه كثير. بعدها سيمبا بيسأل أبوه عن النجوم، فبيحكي له مفاسا إن أرواح ملوك أرض العزة اللي سبقونا وهم بيضلوا يراقبونا من السما. بنفس الوقت بنشوف سكار رايح للضباع وبيعرض عليهم يتعاونوا عشان يتخلصوا من مفاسا وابنه، ومقابل هيك بصير هو الملك وبيخليهم يعيشوا بأرض العزة ويصيدوا زي ما بدهم. الضباع بيقتنعوا وبيوافقوا. ثاني يوم سكار بياخذ سيمبا لوادي بين جبلين عشان يتدرب على الزئير، وبطلب منه يضل يتدرب ليرجع له. لما بيمشي سكار بيعطي إشارة للضباع اللي فوق الجبل، فبيقوموا يهجموا على قطيع جواميس برية، فالقطيع بيخاف وبيركض باتجاه الوادي اللي فيه سيمبا. سيمبا بيخاف وبيبلش يركض، وسكار بيروح يركض لمفاسا وبيحكي له سيمبا محاصر بالوادي، فمفاسا بيركض بسرعة لينقذ ابنه. وزازو كان بده يلحقه بس سكار حكى له روح خبر سيرابي. مفاسا بيوصل وبشوف سيمبا معلق على جذع شجرة، فبيسحبه وبحطه على منطقة عالية، بس مفاسا بيوقع بين القطيع المندفع. سكار
بيكون بيراقب من بعيد بدون ما يحرك حاله. مفاسا بيقدر يتسلق الجبل ويوصل للقمة بصعوبة، وبشوف سكار قدامه وبطلب منه يساعده، بس سكار بيرفض وبضربه بقوة بوقعه من فوق الجبل. سيمبا بيشوف أبوه وهو بيوقع، وبعد ما بيخلص ركض القطيع بينزل سيمبا يشوف أبوه، فبيكتشف إنه مات وبينام بحضنه وهو ميت من الحزن. بيجي سكار وبيحمل سيمبا الذنب وبحكي له إنك أنت السبب بموت أبوه، وأمك والحيوانات ما رح يسامحوك، وبحكي له اهرب بعيد وما ترجع. سيمبا بيصدق وبيهرب، وسكار بيأمر الضباع يلحقوه ويخلصوا عليه. سيمبا بيظل يركض لحد ما بيوقع من فوق منحدر، فالضباع بتطلعوا عليه وبفكروا إنه مات فبيتركوه، بس سيمبا طلع واقع على شجرة ومتخبي، وبعدها بيهرب برا حدود الغابة. سكار بيرجع وبيخبر سيرابي واللبؤات إنه مفاسا وسيمبا ماتوا، وبيمثل الحزن قدامهم. بعدها بيطلع فوق الصخرة وبيحكي إنه صار الملك، وسيرابي بتنصدم أكثر لما بتشوف الضباع دخلوا أرض العزة بأمر من سكار. وبنرجع لسيمبا اللي بيكون ضايع بالصحراء وبيضل يمشي لحد ما يغمى عليه، وبتظهر مجموعة من الطيور وبتكون بدها تاكله، بس فجأة بيظهر خنزير بري اسمه بومبا وبطردهم، وبكون معه صاحبه تيمون. تيمون وبومبا بينصدموا إنهم أنقذوا أسد، وتيمون بيكون ميت من الرعب، بس بومبا بيطمنه بحكي له هاد لسه شبل صغير، وبيقنع بومبا صاحبه إنهم ياخذوه ويربوه. وبهاللحظة سيمبا بيصحصح وبيسألهم انتو مين، فبيعرفوه بحالهم بيحكوا له إنهم أنقذوه من الموت. بس سيمبا بيحكي لهم إنها مش فارقة عنده عاش ولا مات، لأنه سوى عملة سودا وغلط غلطة كبيرة، بس ما رضي يحكي لهم شو هي. تيمون وبومبا ببلشوا يواسوا فيه وبطلبوا منه ينسى الماضي وما يفكر فيه، وقرروا يعلموه أهم درس بالحياة وهو هاكونا ماتاتا، وبفهموه إنه هاي الكلمة معناها ما تشيل هم وانسى كل إشي بنكد عليك. سيمبا بيعجبوا تيمون وبومبا بيقرر يعيش معهم بمكانهم، وهناك تيمون وبومبا بيحكوا له إنه ممنوع يصيد أو ياكل أي حد من الحيوانات اللي معهم، وبحكوا له إنه لازم ياكل دود زيهم. سيمبا بيجرب ياكل الدود وبيستطعم فيه، وبتمر السنين وبكبر سيمبا وبصير أسد ومبسوط بحياته معهم. بنرجع لأرض العزة اللي صارت أرض قاحلة وما فيها لا زرع ولا مي زي زمان، وساعتها زازو بيروح لعند سيرابي وبيعطيها التقرير الصباحي، وبحكي لها إنه أرض العزة رح تنهار بسبب الصيد اللي بيسويه سكار والضباع. بعدها بيجي سكار والضباع، وهون بنشوف نالا إنها بطلت تتحمل وجودهم، وبتقترح على سيرابي إنهم يتركوا أرض العزة ويمشوا، بس سيرابي بترفض وبتحكي لها هاي أرضنا ومستحيل نتركها شو ما صار، وبتطلب منها تصبر وبتحكي لها إنه أيام العزة رح ترجع. بعد شوي بتيجي شينزي وبتحكي لسيرابي إنه سكار بده إياها، بتروح لعنده بتشوفه وهو بياكل، وبتحكي له إنه قرب يخلص على كل موارد الغابة هو والضباع اللي معه بسبب طمعهم بالصيد. سكار طنش حكيها وعرض عليها الجواز، وذكرها كيف إنها زمان رفضته واختارت أخوه مفاسا. سيرابي حكت له مستحيل أتجوزك، فسكار عصب وقرر يعاقبها هي واللبؤات اللي معها، وحكى لها من اليوم وطالع الأسود ما بياكلوا إلا بس يخلصوا الضباع أكلهم. وطبعا سكار وسيرابي بيكونوا عارفين إنه الضباع ما بيخلوا إشي وراهم، وهيك معناه إنه اللبؤات رح يموتوا من الجوع. لما صار الليل نالا بلشت تتسحب عشان تهرب من أرض العزة وتدور على مساعدة، وبهاللحظة سكار حس إنه في حد بالمكان وقاعد يدور، بس زازو طلع بوجهه وشتت انتباهه هو الضباع عشان نالا تقدر تهرب. وفعلا نالا هربت بسرعة وسيرابي شافتها وهي طالعة من فوق الجبل. وبنفس الوقت سيمبا وتيمون وبومبا بيكونوا قاعدين مع بعض، وسأل بومبا تيمون عن النجوم اللي بالسما، فجاوبه تيمون بكل ثقة وحكى له هاي يا بومبا عبارة عن حشرات مضيئة بالسما. بهاللحظة سيمبا بتذكر حكي أبوه عن النجوم، وبيحكي لتيمون وبومبا إنه في حد حكى له إنه النجوم هي عبارة عن أرواح ملوك عظيمين برقبونا من السما. هون تيمون وبومبا بفرطوا ضحك وببلشوا يتمسخروا على حكيه، فسيمبا بيتضايق وبيتركهم وبروح يقعد لحاله، وهو قاعد بتطير خصلة من شعره وبتقع بالنهر وبتضل تطير بالجو لحد ما توصل لعند رفيقي اللي أول ما بيمسكها بيعرف فورا إنه سيمبا لساته عايش. بنفس اللحظة تيمون وبومبا بيكونوا بالوادي وبتشوفهم نالا وبتهجم عليهم عشان تاكلهم، بس هم بيركضوا منها بسرعة، وفجأة بيطلع سيمبا وبيهجم على نالا وبلشوا يتطاوشوا مع بعض. أثناء الطاشة سيمبا بيعرفه وبيناديها باسمها، وقتها نالا بتعرفه وبتكيف إنها شافته مرة ثانية وإنه لساته عايش. بعدها سيمبا بيعرفها على تيمون وبومبا. بعد ما نالا تتعرف عليهم بتحكي لسيمبا عن البلاوي اللي عملها سكار بأرض العزة هو والضباع، وبتحكي له إنه لازم يرجع عشان يصير الملك بدل سكار، بس سيمبا برفض يرجع معها لأنه لساته بباله إنه هو السبب بموت أبوه. وبيحكي لنالا إنه مش قد مواجهة سكار والضباع والأفضل إنها تتقبل الوضع، وبيعرض عليها تعيش معه بالوادي، بس نالا بتحكي له إنها انصدمت فيه وإنك بطلت سيمبا الشجاعة تبع زمان وبتتركه وبتمشي. بالليل
سيمبا بيكون ماشي لحاله بالوادي وفجأة بيطلع له رفيقي وبيسأله سيمبا أنت مين؟ فبيرد عليه رفيقه بيحكي له إنه صديق أبوه مفاسا، وبيفاجئه بيحكي له إنه مفاسا لساته عايش وبحكي له إذا بدك تشوفه تعال معي. بيركض سيمبا ورا رفيقي لحد ما بيوصلوا للنهر، وهناك رفيقي بيطلب من سيمبا يتطلع بالمي، وبعدها بيحكي له إنه أبوك عايش جواتك. ساعتها سيمبا بتذكر حكي أبوه لما كان صغير إنه لازم يستلم مكانه ويقوم بواجبه كملك لأرض العزة. بعدها بيركض سيمبا وبيوقف فوق صخرة عالية وبيزقر بصوت عالي وبيحكي أنا سيمبا ابن مفاسا. ثاني يوم سيمبا ببلش طريقه للغابة، وبالطريق بتلحقوا نالا، وبعدها بيجي تيمون وبومبا وراهم، وحتى زازو بيجي وبينحني قدام سيمبا بصفته ملك أرض العزة، وبيكون زازو طاير من الفرح برجعة سيمبا. بعدها سيمبا واللي معه بيتسللوا لأرض العزة وبشوفوا الضباع بوجههم، فبيقرروا يستخدموا تيمون وبومبا كطعم عشان يلهوا الضباع. وفعلا تيمون وبومبا بيطلعوا قدام الضباع، وأول ما بيشوفوهم ببلشوا يركضوا وراهم عشان ياكلوهم. بهاللحظة سيمبا ونالا بيركضوا بسرعة وبيدخلوا للغابة. بنفس الوقت سكار بيكون بيحكي مع سيرابي بحاول يقنعها تتجوزه، وبيحكي لها إنه رح يكون ملك أحسن من مفاسا بكثير، بس هي بترفض وبتحكي له إنه نكرة وما بيطلع له يحكي عن مفاسا. سكار بيعصب من حكيها وبيهجم عليها وبضربها، وفجأة بيوصل سيمبا وبيطلع بوجهه بكل قوة وبيحذر سكار إنه يقرب من أمه. سكار انصدم أول ما شافه وعرف إنه لساته عايش، لأنه الأطباع كانوا فاهمينه إنه مخلصوا عليه. وبعدها سيمبا بيروح لعند أمه اللي بتكون طايرة من الفرح برجوعه وبتحضنه. وبعدها بتيجي نالا وبتحكي لسكار إنه سيمبا هو ملك أرض العزة، بس سكار بيحكي قدام الكل إنه سيمبا هو اللي خلص على مفاسا، وبطلب منه يكون شجاع ويحكي الحقيقة. وقتها سيرابي بتنصدم من هالحكي، وسيمبا بتوتر وبيعترف إنه هو السبب بموت أبوه، وبيحكي إنه اللي صار وقتها كان حادثة. هون سكار بيستغل الفرصة وبيضغط على سيمبا وبيحكي له إنه مش رح يقدر يكون ملك، وبطلب منه ينحني قدامه وبيحكي إنه سكار ملك أرض العزة. بهاللحظة سيمبا رجله بتزحلق من فوق الصخرة وبتعلق بإيديه فيها، وبنفس الوقت الجو بيتغير وبتضرب الأرض صاعقة قوية وبتولع بالشجرة اللي تحت الصخرة. سكار بيقرب من سيمبا وبيحكي له إنه هالموقف بذكره باليوم اللي مات فيه مفاسا، وبيبين إنه سكار بده يخلص على سيمبا بنفس الطريقة اللي خلص فيها على أبوه، بس قبلها بيقرب من سيمبا وبيعترف له بشغلة إنه هو اللي قتل مفاسا. سيمبا بيعصب كثير لما بيسمع هالحكي وبتعلق بشعر سكار وبقدر يطلع على الصخرة مرة ثانية، وبيواجه سكار بالحكي اللي حكاه. سكار ببلش ينكر، بس نالا بتحكي إنها سمعته، وهون سكار بفهم إنه ما في حل غير القتال، وبمر الأطباع يهجموا على سيمبا عشان يخلصوا عليه. وقتها نالا واللي معها بينضموا للقتال، والكل ببلش معركة قوية. تيمون وبومبا بيهربوا عشان يتخبوا ويحموا حالهم، بس بيلاقوا عدد من الأطباع حصرهم، فبيقوم بومبا وبيهجم عليهم وبيضربهم وبيخليهم يهربوا. وبنروح لنالا اللي بتشوف شينزي قدامها وبتتهاوش معها، وبنشوف الأطباع محصرين زازو، بس رفيقي بيجي بعصايته بضربهم بنقذ زازو. نالا بتضرب شينزي وبتوقعها من فوق الصخرة، أما سيمبا فبيلحق سكار اللي كان بده يهرب وبيضل يركض وراه لحد ما بيحاصره. سكار بتراجع سيمبا إنه ما يخلص عليه، وبيحكي له إنه الأطباع هم السبب بكل اللي صار، وبيحكي له إنه ممكن يساعده عشان يخلصوا منهم. سيمبا بيرد عليه وبيحكي له إنه مش رح يخلص عليه، وبيأمره يهرب من الغابة وما يرجع بالمرة. بس سكار الغدار بيخدعه وبيهجم عليه عشان يخلص عليه، بس سيمبا بيقدر يتغلب عليه وبوقعه من فوق التلة تحت. سكار بيلاقي شينزي وباقي الضباع بوجهه، وشينزي بتحكي له إنها سمعته وبيحكي لسيمبا إنه بده يخلص عليهم، وبيهجموا عليه كلهم وبخلصوا عليه. سيمبا بيوقف فوق الصخرة وبيزقر بكل قوته وبيعلن إنه هو ملك أرض العزة. بتمر الأيام وبنشوف الحيوانات كلها رجعت لعند بيت سيمبا، وبطلع سيمبا ونالا فوق الصخرة وبيجي رفيقي وهو حامل ابنهم، وبيرفعوا قدام كل الحيوانات عشان يعلن إنه ولي عهد أرض العزة والملك المستقبلي وصل. وبس والله لو عجبك الفيلم واستمتعت فيه لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.